السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من لستة وات از ذا مينينج اوف بروجرامينج. هنتكلم النهارده عن حاجة مهمة جدا وهي السويتش كيز. ايه السويتش كيز دي حاجة انا بستخدمها لما بيكون عندي اختيارات كتيرة قوي، وكل اختيار بيتنفذ في عملية مختلفة، وهي بتكون بديلة عن استخدام if و else. طبعا عشان افهم سويتش كيس بطريقه سهله وجميله وحلوه، يعني تخيل كده معايا انك في كافيه وبتطلب مشروب، عندهم كذا اختيار. الاختيار عندك قهوة، شاي، عصير، مية، نسكافيه. لو طلبت أي اختيار الجرسون هيوصل الطلب اللي انت اخترته. في نفس الكلام بقى في البرمجة السويتش كيس ده هي اللي بتعمله. دلوقتي نقطة البداية بتاعتي هي المين. دلوقتي أنا عندي متغير string drink order equal عصير، وأنا عرفت بعدها إن في كذا اختيار عندي عايزة أعرضه على الأكواد بتاعتي. يعني فكرت كده وطلعت من طريقة تفكيري إن عندي كذا اختيار، فبالتالي انا بقول ان سويتش هي المناسبه ليا. سويتش هي بحط فيها الدرينك اوردر في حاله لو عندي عصير هنفذ الحاله اللي جوه الكيس اللي هي البرنت. طب بعدها بكتب بريك. ليه بكتب بريك؟ عشان اول حاله اللي جوه الكيس اتنفذت خلاص كده انا بطلع ومبقدرش انفذ الحاجه اللي بعد كده، وهكذا برضه. لو الحاله طلعت قهوه بيطبع لي تم طلب القهوه، وبعدين بكتب بريك عشان ما يطبعليش الحاجه اللي بعد كده او حاجه غير. طب انا ليه دلوقتي استخدمت سويتش كيس بدل اف إلز؟ اول حاجه ان انا لما يكون عندي اختيارات كتيره فمن احسن والافضل ان انا استخدم سويتش كيس بدل ما استخدم اف إلز. ليه؟ لان انا بيكون عندي اكواد كتيره طبعا، فبقى احاول على قد ما اقدر ان انا اخلي الكود بتاعي منظم ومفهوم اكتر وسلس وجميل، بحيث ان انا اقدر اقرا وبعدين واقدر اعدل كمان. فالسويتش كيس دي بتساعدنا ان احنا الكود بتاعنا يكون منظم اكتر لما بيكون عندنا اختيارات متعددة. خليك فاكر دايما ان السويتش كيس دي زي القايمة في المطعم بالظبط، بتختار اللي محتاجه وبتطلبه. وبس كده ينتهي الفيديو لحد دلوقتي بليستة وات از ذا مينينج اوف بروجرامينج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.